السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم مع بعض عن فوائد الحنة. طبعا كلنا عارفينها. الحنة اي حنة طبيعية، طبعا حنة 5 خمسات او الحنة اللي من عند العطار، او الحنة السوداني او اليمني، او اي حنة معروفة طبيعية مش عليها اي اضافات، حاجات مواد ملونة او حاجات ممكن تضر الشعر. طبعا مفيدة جدا، كلنا عارفين فوائدها. طبعا توقف التساقط، وبتتخن الشعرية، وبتمنع القشرة، وبتنضف فروة الراس. احنا هنعملها النهارده، هنعجنها مع بعض. طبعا في ناس بتعجنها بزبادي او ببيضايه او بحاجات يعني كتير. احنا النهارده هنعجنها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد معلقه كده ونص حنه، مش هعملها تقيله قوي. ومعانا هنا ميه غلينا فيها معلقه صغيره من البابونج، ومعلقه من الشاي، ومعلقه من بذر الكتان، معلقه صغيره. طبعا كل ده غليناه مع بعضه عشان ناخد الفوائد بتاعته، وهينزل بيه على الحنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه ما تخليش فيها اي تكتلات، ندوب ده كله. طبعا اللي عايز يتقلها عن كده ممكن يتقلها عادي، بس انا هعملها خفيفه. اهم حاجه لازم ندوب كل التكتلات اللي فيها دي. بص فيها تكتلات ازاي، كل ده لازم ندوبه كويس قوي. طبعا اللي شعره تقيل او طويل هياخد كميه اكبر من كده. وهي بتتعمل طبعا على شعر مبلول او ناشف، بس لو ما غسلينه ومبلول ممكن لازم ننشفه كويس قوي عشان ما يقعدش يسقط معانا في الحنه. نشفه كويس جدا. من اهم فوائد الحنه انها بتنضف فروه الراس جامد جدا، وبتدخن الشعرايه. طبعا غير اللون بتاعها، لو حد شعره لونه اسود غامق مش هتدي، او ممكن تدي ضي احمر. لكن لو حد شعره بني فاتح او اشقر او كاستناء هتدي معاه لون احمر او اورنج. بس مشكلتها ان هي طبعا لو حد عنده شعر ابيض هي بتدي لون اورنج فاتح، ففي ناس مش بتحب اللون ده قوي. دوبها كويس قوي وهنسيبها تخمر من ساعة ل3 4 ساعات، يعني زي ما احنا عايزين، بس اقل حاجة ساعة تخمر. هنغطيها نسيبها في مكان دافي تخمر. بعد كده هنطبقها على الشعر طبعا. واقل حاجة بردك بتقعد على الشعر من 2 ل4 او اكتر، في ناس بتبديها، بس اقل حاجة 2 3 يعني عشان الشعر يستفيد منها. هسيبها بقى تخمر.
اديت لون احمر لايدي ازاي، بصوا اللون الاحمر بتاعها. طبعا في ناس بتحني ايديها او رجليها بالحنه، طبعا فوائدها جميله جدا برضو للجلد. ودلوقتي هنغطيها بكيس ونسيبها تخمر في مكان دافي زي ما قلنا. وبعد كده هنعملها على الشعر وان شاء الله هتبقى نتيجتها كويسه جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.